السلام عليكم، إن شاء الله كامل تكونوا ملاح. اليوم إن شاء الله جيتكم بحلوى بريستيج بواحد العجينة ولا أروع بقناج الشوكولا بدون كريم فريش. يعني هذه الوصفة بزاف بنينة وحلوة بريستيج. بالنسبة للمقادير تاع العجينة عندي هنايا 100 غرام زبدة، يعني 2 مغارف يكونوا معمرين مليح. هاك راكم تشوفوا المغرف كيفاش راهي معمرة. 100 غرام يعني علبة كبيرة تاع الزبدة تقسموها على 5 تحصلوا على 100 غرام. هنايا عندي حبة تاع البيض تكون بحجم كبير ولا حجم متوسط، نصف كاس سكر عادي. عندي هنايا 2 مغارف كبار تاع البيمو يكون مرحي، مع نصف كاس مايزينا. نحطهم كامل هكذا مع بعض ونزيد لهم رشة تاع الملح ونكمل نخلط بيدي. يعني ما تسحقوا لا باتور لا والو، يعني تحطوهم كامل هكذا في الريسيبيو تاعكم وتخلطوهم كامل حتى تحصلوا على يعني قوام يكون كريمي. هاي ليك ضروري تخلطوهم هكذا مليح بيديكم، القوام تاعكم يكون كريمي. شوفوا، وهنايا نبدا نضيف الفارينة هنا نضيفو بالتدريج، يعني حتى تحصلوا على عجينة تكون طرية. هنايا ديروا 5 غرامات خميرة كيميائية، يعني نصف باكي، ولا ديروا مغرف تكون صغيرة معمرة مليح. هاي ليك أنا راني نضيف الفارينة بالتدريج يعني حتى تحصلوا على عجينة تكون طرية. راهو معروف القوام تاع العجينة تاع الصابلي لازم يكون طري هكذا باش الكاطو تاعنا يجينا هشيش ويجينا بنين، يعني ما يجيناش يابس. شوفوا العجينه كيفاش تكون طريه. نحطها هنايا في البلون طرافاي تاعي، يعني ساشي، نذر عليه شويه تاع الفارينه ونجيب هنا لاباط تاعي ونحلها بالحلال. سوبودري ليها شويه تاع الفارينه من الفوق هكذا باش ما تلصقش معايا في الحلال وما تعذبنيش. نجي هنا نحلها، السمك تاعها ما يكونش رقيق، يعني ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش خشين. دوك تشوفوا القوام تاعها كيفاش يكون. هنايا تجيو تقسموها بهذا الطابع يعني اللي يجي مثلث، وانتم ديروا اي تزيين تحبوه. شوفوا هنا القوام تاعها كيفاش يكون، يعني يكون شويه هكا خشين. شوفوا هنا الساشي كيفاش يساعدكم، يعني ترفدوا الحبه كامل، تجيكم كامل على حبه يعني، والعمليه تاعكم تكون سهله وتكملوا رابيد. وهنايا بعد ما يعني كملتها كامل وحطيتها هكذا في سنيوه، يعني راح تخرج لكم 20 حبه، 40 حبة عفوا، 40 حبة تاع الصابلي. هنا ندخلهم يطيبوا على نار تكون متوسطة، يعني يطيبوا لي من تحت ومن بعد نشعل عليهم من الفوق. شوفوا السمك تاعها كيفاش يكون. وهنايا نروحو نوجدو الكاناج. عندي هنايا 50 غرام شوكولا نوار و50 غرام شوكولا بالحليب. تحبوا تستعملوا مونا، تحبوا تستعملوا امباسادور، انا استعملت فيجي كاو بالحليب. يعني الشوكولا النوار استعملت مونا، والشوكولا المارو استعملت فيجي كاو دادا. يعني المهم تحقوا 100 غرام طابليطه وحده مع 80 غرام زبده. يعني 80 غرام زبده، 2 مغارف يكونوا ما يكونوش معمرين مليح. هنا انا درت معكم بالميزان ودرت معكم بالملعقه باش هكذا اللي ما عندهاش ميزان تقدر دير. يعني طابليطه وحده تاع الشوكولا فيها 100 غرام وديروا 80 غرام زبده، يعني 2 مغارف ما يكونوش معمرين مليح. تحطوهم على حمام مائي حتى يذوبوا معاكم، ماشي ديروهم ديريكتومون فوق النار، لا خلوهم يذوبوا على حمام مائي. كي تشوفوهم كامل ذابوا لكم، هاي ليك تجو تخلطوهم هكذا شويه مع بعض. هاد الكاناج يجي بزاف بنين وما يجيش كامل حلو، يعني لازم ديروا شوكولا نوار وشوكولا بالحليب هكذا باش ما يجيكمش حلو. هنايا نزيد ندير هنايا 140 غرام شوكولا، يعني شوكولاتة الطلاء. هنا تحبوا ديروا اوبتيلا ولا تحبوا ديروا نوتيلا، يعني كيما تحبوا، المهم شوكولاتة الطلاء. ديروا هنا 80 غرام، عفوا 140 غرام. 140 غرام يعني راكم تشوفوا بالملعقة صغيرة شحال دات لي. هاي ليك انا جاتني 145 غرام، ما حبيتش نقص معليش. وهنايا تخلطوهم مليح مع بعض، يعني دوك تشوفوهم كي تكونوا تخلطوا فيهم هكذا تحسوها بلي تقالت شويه معاكم. هاد الكاناج يعني بزاف اقتصادي بارابور على لا كريم فريش. يعني لا كريم فريش راهي تنباع باثمان جد باهظه، يعني صراحه انا واحده من الناس ما نشريهاش. يعني نستعمل هاد الكاناج بزاف هايل ويجي خفيف. هنا هايليك بعد ما خلطتها مليح نجي نغطيها هكذايا بساشي، لازم الساشي هذاك يكون ملامس، ونخليها تبرد برا. اذا كنتم مزروبين ديروها تبرد لكم في الثلاجه، وشنو متخلوهاش تبطا بزاف في الفريجيدار.
هنايا هاوليك الصابلي تاعي بعد ما طاب لي، شوفوا طاب لي كامل على حبة، يعني عجينة ولا أروع. شوفوا كيفاش طاب لي من تحت. هنا شوفوا ويجوني كامل كيف كيف، يعني السمك تاعهم يجي كامل على واحد، يعني يجيو الحبات يجيو مع بعضهم قد قد. دوك نوريلكم هنايا. شوفوا هنا طيبوهم من تحت مليح، حمراهم ومن بعد شالوا عليهم من الفوق، غير تشوفوهم هكذا نشفوا، طفوا عليهم، خليهم يبردوا، يعني خليهم يبردوا في سنيوة ومن بعد روحوا للتزيين. وهنايا هاوليك الكاناج تاعي تاع الشوكولا، انا صراحة كنت دخلته للثلاجة مي ما خليتوش يبرد مليح، اذا برد مليح يعني راح يولي كوتل كوتل وهكذا، راح تضطروا يعني تخلطوه بالباتر. المهم اذا ما كنتوش مزروبين خلوه برا. هنايا جبت هذيك الكاناج تاع الشوكولا تاعي، عمرته في لابوش، لازم تعمروها في لابوش، سينو تقدروا ديروا بالملعقة مي لابوش راح تساعدكم خير وخير. هنايا نجي نعمر هكذايا، يعني أنا هنايا راني حنعمر كيما نقولوا الكاطو تاعي في الحواشي، وفي الوسط أنا حنديرلو يعني شوكولا واحدة أخرى، دوك تشوفوها معايا في الفيديو. نعمر كامل هادوك الحواشي، سينو تحبوا يعني كل حبة يعني تعمروها كامل بالكاناج هذا تاع الشوكولا كيما تحبوا نتوما. مي انا يعني هذاك الفراغ راني حنديرلو شوكولا بيضاء وقلب بندق، يعني بكريمه الكيندر بوينو، راح يجي بزاف بزاف بنين. بما انه العجينه درناها البيمو والكلاصاج راح يكون بيضاء الكيندر والحشو بيضاء الكيندر، يعني واحد المزيج، واحد البنه روعه. هنا بعد ما كملتهم كامل نجي كاين حبيبات انا حنديرلهم برك هذاك الاخر، لانه بقات لي الكريمه تاع الكاناج على هذيك ما حبيتش نرميها، قلت ماشي لازم كامل نحشي الحبات بالكريمه تاع الكندر، يعني تقدروا ديروا هذه الطريقه اللي ندير فيها انا. وبالنسبه لهاد الكريمه راح ندير لكم كامل هاد الكميه، يعني انا هنا راني كترت وانتم تاني كتروا هكذا باش كي تكونوا تاكلوا تحسوا بهذيك الكاناج. هنا نجي نحي هادوك الزوائد هكذا، يعني نضغط على الحبة غير شوية برك، ما تضغطوش بزاف باش ما يخرجلكمش كامل هذاك الكاناج، وكي تكونوا تاكلوا في الحبة يعني تولوا تاكلوا غير في السابلي. الكاطو اللي يجي محشي بالكاناج ماذا بكم تكتروا هكذا باش يجيكم بنين خير وخير. هنا قلت لكم نعمر كامل هادوك يعني نخرج غير هكذا شوية، نكمل نحي هادوك الزوائد، وإذا لقيت هكا فراغ ولا نعاود نعمره. شوفوا لي برك هذاك الصابلي يعني ما يجيش منتفخ وما يجيش هكذا يعني معوج، ولا يجي كامل على حبة، يعني عجينة ناجحة 100%. وسورتو كي تستعملوا ساشي يعني راح ترفدوهم، ما يتخسر الشكل تاعكم وتجيكم عملية سهلة. هنا نكملهم كامل هكذا بنفس الطريقة وندخلهم للثلاجة يبردوا، يعني نخليهم في الثلاجة باش كي نجي نقلاصيهم تمتم ينشف القلاصاج. هاي ليك الكريمة تاع البندق، هذه الكريمة روعة في البنة، يعني واحد البنة فيها يعني تجيني خرم شوكولاتة طالع بذوق البندق، يعني اللي يجي نوار. نجي نعمر هذاك الفراغ اللي خليته هكذايا. هاي ديك طريقة سهلة بالملعقة برك برك، أنا كنت حطيتها هكذايا يعني درت في كاسرونة شوية ما سخون كانت جامدة معايا، في كاسرونة درت شوية ما سخون وحطيت هذيك الكريمة تاع الكيندر بوينو هكذا باش تذوب معايا شوية. نجي هنايا تاني نخرج هذوك الزوائد هكذا بما نضغطش بزاف. بالنسبة للكلاصاج راكم رايحين تسحقوا 150 غرام شوكولا بالحليب، راح ديروا لها هكا حبة تاع شوكولا يعني بذوق المونة هذيك اللي تجي مارو. وشوفوا الكلاصاج كيفاش يجي داير، ديروها الذوب على حمام مائي على نار قليله. شوكولا البيضاء راه العدو تاعها هو الماء، اذا توشاها الماء يعني راح تخسر معاكم. هنا ديروا لها 2 مغارف يكونوا كبار تاع الزيت هكذا باش تكون خفيفه وتقلاسي لكم كميه كبيره. قلت لكم ديروا 150 غرام يعني طابليطه ونص تاع شوكولا بيضاء مع حبه تاع شوكولا ماشي نوار، حبه شوكولا بالحليب، يعني هذيك المارو اللي تجي بنيه. تخلطوهم هكذا وتحطوهم في حمام مائي وتخلوهم يذوبوا على نار قليله، وديروا لهم 2 مغارف يكونوا كبار تاع الزيت. هنايا نجيب عفوا نجيب هنا الكاطو تاعي بعد ما دخلته الثلاجه وخليته يبرد هكذا باش العمليه تكون سهله ورابيد ينشف لي هذاك الكلاصاج. ديجا أصرنا في البرد، يعني ما إذا ما دخلتوهاش في الثلاجة راح ينشف معاكم بكل سهولة. هنا تجوا تقلاصوها بهذه الطريقة، يعني شوفوا لي هذاك اللون بزاف هايل، وهذاك اللون يعني يجي يشبه الكريمة اللي درناها في الوسط هذيك تاع البندق، وتانيك حتى البنة وتجي كيما هي
برك يعني ما ديروش شوكولا نوار باسكو اللون راح يكون فونسي. ديروا حبه برك شوكولا مارو في 150 غرام شوكولا بيضاء، يعني طابليطه ونص، ديروا غير حبه برك. حنا نجي نقلاصيهم كامل. والشوكولا البيضاء كي ديروا لها الزيت مش حتخسر معاكم، يعني قلت لكم العدو تاع الشوكولا البيضاء هو الماء، اذا تشاها الماء يعني راهي رايحه تخسر معاكم. يعني سيو كيفاش كي تذوبوها على حمام مائي، الماء ما لازمش يكون ملامس يعني لهذاك الطبسي تاعكم ولا الغرفيه، وتانيك على نار تكون قليله، ما تقلقوش عليها، خلوها تذوب في غردها. واذا ما درتولهاش الزيت يعني ماش حتقلاصي لكم كميه كبيره، راح تكون ثقيله، والصابلي تاعكم راح يدي لكم كميه كبيره تاع الشوكولا. نكملهم كامل ونكملوا التزيين مع بعض. هنايا عندي هذاك النكري الملمع يعني الذهبي الاصفر، ملمع غذائي. نجي هكذايا نبنسي الحبه تاعي مليح، منها يعطيني منظر هايل يعني، والشكل تاع الكاطو تاعي يجي بزاف شباب. تحبوا تخليوها هكذاك يعني بالشوكولا هذيك بذوق الكيندر خلوها، سينو ديروا لها كيما درت لها انا. يعني هذا الكاطو راح يكون بريستيج، راح يكون بزاف هايل، يوالم يعني المناسبات والاعياد تاعكم. هنايا يعني كانت خصني كميه تاع الناكري، نكملهم كامل يعني نبنسيهم بهذه الطريقه بالبانسو، ونتلاقاو يعني في التزيين النهائي. هنايا عندي البندق، يعني بندق بلا قشور، يعني كل حبة قسمتها هكذايا على زوج كما راكم تشوفوا. نجي هنايا الحبة تاع الصابلي تاعي ندير لها هكذا في الوسط يعني شوية تاع الشوكولا، ما تكتروش، ديروا برك شوية غير قيس ما يلصق لي هذاك البندق كذا، يعني كمية ديروا غير هكذا كمية قليلة برك تاع الشوكولا، غير قيس ما يلصق لكم هذاك البندق. تحبوا ديروا حبة تاع بندق في الوسط، تحبوا ديروا كيما انا درت ثلاثة، يعني 3 انصاف. سينو تحبوا ديروا حبة كاملة، يعني حبة كاملة في وسط الحبة تانيك راح يجيكم تزيين شباب. انا هنا خيرت اني ندير حبة ونص في كل حبة، يعني نصف هكذايا راح يجيني تانيك شباب. ولا تحبوا يعني اللي ما عندهاش البندق تحبوا تخليوها سامبل برك ديروا لها الورق الذهبي. هنايا هذوك الاطراف يعني الا لقيتوهم هكذا فيهم شوكولا زائده، تجيبوا هذيك الراباج يعني اللي نرابيو بها، تجيو ديروا بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها في الصوره، باش الشكل تاعها يجي متحوف ويجي شباب، وهذوك الزوائد ما يجوش باينين. هايديك هنايا التزيين يعني النهائي، جبت هنايا عندي ورق ذهبي يعني هكذا باش يعطيني منظر بزاف هايل. الورق الذهبي اتيري بزاف. ندير هنايا كميه شويه صغيره هكذا بصبعي تاع الشوكولا في الحبه تاعي، وندير الورق الذهبي باش يلصق معايا. وهنايا اذا كانت عندكم كاش مناسبه ولا تقدروا ديروها في هادو لونغوزا يعني، ولي كيسات يكونوا شابين. هنايا بعد ما كملتهم كامل وحطيتهم في صحن التقديم، هاد الكميه تاع 100 غرام زبده راح تخرج لكم 20 حبه من هذا الكاطو. 20 حبه يعني ب 100 غرام زبده، يعني الله يبارك. يعني تخيلوا معايا اذا ضاعفتوا كميه تاع الزبده 200 غرام، يعني ولا علبه صغيره راح تخرج لكم 50 حبه. هنايا هايليت الكاطو تاعي يعني تحبوا ديروه في لونغورزا قلت لكم في كيسات تاني راح يجي المنظر تاعو هايل. راح ديروا له لمسه هذيك تاع الورق الذهبي راح يعطيه منظر شباب. واللي ما تحبش ديروا البندق ديروا غير هذاك الورق الذهبي يكفي ويوفي. نجي نقسمها معاكم، شوفوا تقسمت معايا بكل سهولة، تجي بزاف بنينة، داك الصابلي يجي كراف بنين ويجي يدوب في الفم. وهذاك الكاناج ماشي لازم كرام فريش باش ديروا الكاناج، يعني دوكا راهو داير حالة هاد الكاناج بلا كرام فريش يجي ناجح 100%. شوفوا هنا داك الصابلي كيفاش يتفتت وحده، وهذاك الكاناج يجي يشد روحه. ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفة وتجربوها. انا ما عليا نقول لكم تهلاو في رواحكم، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفة جديدة. مع السلامة.